مرحبا بحلقة جديدة معكم. بالسويد ما في شيء بينكب، ما في شيء مستحيل، كله له إعادة تصنيع. مشان هيك بتشوف دائما البيئة نظيفة كثير. هلا نحن من داخل مركز إعادة تصنيع العبوات، كل شيء عبوات، من كان بلاستيك، بلور، كافة الأشياء رح نشوف كيف. طبعا في كثير أشياء للبلاستيك أو للبلور، لكل شيء اختصاص. تعالوا نشوف شو رح نساوي وكيف رح نرجعهم بدون ما نكب أي شيء ونستفيد منه. طبعا هون السعر يعني ما في شيء ببلاش. بعد ما تخلص بتكبس هي الخضراء وبتستنى ورقه مكتوب عليك فيتو، بتعني الفاتوره. بتطلع لك الفاتوره، بتحسن تاخذها وتصرفها من جوا الماركت. حتى الكيس اللي كنت حاطط فيه القناني ما بتكبه، ترجع له اعاده تصنيع محل الاكياس. وبعد هذا كله لا تنسى تاخذ محارم معطره مشان تمسح ايديك وتنظفهم. يلا نشوف من جوا، راح نشوف شو راح يصير فيهم او شو صار فيهم بعد ما فات على الباقيين. هلا هون جوا البلاستيك كله انطحن طنح، انطحن وتم اعاده تدويره كله. نفس الشيء هون النوع الثاني من التنك. مثل ما شفنا هلا ما في شيء بينكب ابدا. هي السويد هذا احلى شيء فيها، انه نظافه البيئه رقم واحد، المحافظه على كل شيء، يعني بحيث ما تكب شيء وتستفيد من كل شيء. وهذا كله رح نحكي عنه اليوم بالاستديو.